قراقيش جديدة، وزي ما اتعودنا بنكمل مع بعض قرقوشة قرقوشة عشان نكمل مجلتنا الفرفوشة. برافو عليكم. استنونا في أولى فقراتنا بس بعد البريك الصغنن قوي ده. اوعوا تروحوا في أي حتة. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة فرفوشة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نتعرف عليها ونسألها تعرف ايه عن الفنان محمود المليجي. اسمك ايه؟ اسمي هالة. هلا، تعرفي ايه عن الفنان محمود المليجي؟ اعرف ان هو بيمثل اكتر ادوار بيطلع بيها ادوار الشر، وبيمثلها بشكل رائع. حتى هو اسمه يعني اطلقوا عليه شرير الشاشة. اطلقوا عليه فعلا شرير الشاشة، وبيطلع في افلام كتير زي الارض وداوود وكده. اوكي، وايه كمان بتحبيه الفنان محمود المليجي؟ بصي الكاميرا. بحب افلامه وبحب المسرحيات اكترها بتاعته. اوكي. انت بقى انجي بتحبي افلام ايه؟ ابيض واسود؟ للفنان محمود المليجي بحب دلع البنات، عارفاه؟ اه عارفاه، جميل قوي. كانت معاه نيلي بقى بتقعد تغني حاجات وكده. انت هتساليني؟ طب قولي لي انت كمان فيلم بتحبيه بقى. مش يعني مثلا بحب الارض، بحب جدا كمان فيلم داوود. فيلم داوود. اوكي، وايه كمان؟ انا بحب سبع الليل. عارفاه؟ يعني مش بحبه قوي. الفنان احمد رمزي جميل، انا بحبه قوي. كان طالع كده بدور ان هو لابس اسود في اسود كده، وفي الاخر طلع هو محمود المليجي، ما كانش باين بقى، كان مخبي نفسه. عارفاه بس مش بحبه قوي يعني. انا بحبه. اوكي، ايه كمان عايزه تقولي الفنان محمود المليجي؟ هو انا عن نفسي بحبه جدا، وبحب اكتر افلامه وبحبها يعني. اسمك ايه؟ نورة. نورة، تعرفي يعني الفنان محمود المليجي؟ هو كل أدواره شرير قوي، وأنا بخاف منه. وعلى فكرة أنا لما باجي أتفرج عليه بخاف منه، وبنادي مامي وبابي يجوا يقعدوا معايا. بتخافي منه؟ تبقي زعلانة كده وخايفة؟ وهو في الحقيقة طيب، لكن كل الناس بتحبه وأنا برضو بحبه. بتحبيه بس بتخافي منه في الأفلام، صح؟ اوكي، وايه كمان تعرفي عنه بقى؟ أعرف اللي هو كان عامل مسرحية اسمها راية مسكينة. اوكي، وتعرفي ايه كمان بقى عنه؟ هو كان شرير بقى، عشان كده قالوا له كده، بينادوا عليه يقولوا له انت شرير الشاشة، صح؟ وبتخافي منه؟ نادي على بابي مامي كده، صح؟ انت تخافي منه، انت جميلة. اوكي، ميرسي يا نورة. اساميكوا ايه بقى؟ اسمك ايه؟ كنزي، وانت؟ هالة، وانت؟ محسن. اوكي، تعرفوا ايه بقى انتوا الثلاثة كده عن الفنان محمود المليجي؟ أنا ممثل شرير وبيعمل أدوار شريرة جدا، وبخاف منه قوي قوي. بتخافي منه قوي قوي؟ وايه كمان بقى؟ طب لما انت بتحبيه بقى ولا بتخافي منه؟ بيعمل بخاف منه. بتخافي منه؟ وبيعمل فيلم سبع الليل. تحبي فيلم سبع الليل؟ تحبوش عشان بتخافي منه. وانتي؟ وانا مش بحب فيلم سبع الليل. ما بتحبوش برضو؟ ما بتحبيش مع الفنان محمود المليجي عشان بتخافوا منه؟ بس هو في الحقيقة طيب. صح، في الطيب اهو. بس كل الناس بتحبه. كل الناس بتحبه. وانت بقى؟ هو ممثل شرير. هو ممثل هو كان بيمثل سبع الليل، بس انا مش بحبه، بس هو في الحقيقة بنحبه. في الحقيقة بتحبه لكن ما بتحبوش في الافلام. عشان في الافلام بيعمل حاجات شريرة. وانتوا بتخافوا منه، صح؟ محمود المليجي ممثل مصري من أصل كردي، ولد في عام 1910 بحي المغربلين بالقاهرة. تميز بأدوار الشر. قدم محمود المليجي ثنائي جميل مع الفنان الكبير فريد شوقي.
وكانت نقطة التحول في حياته عندما اختاره المخرج يوسف شاهين للقيام بدور محمد أبو سويلم في فيلم الأرض. وقد ترك المليجي بصماته في المسرح أيضا، حيث دور أبو الدهب في مسرحية أحمد شوقي علي بيك الكبير. كان عضوا بارزا في الرابطة القومية للتمثيل، ثم عضوا بالفرقة القومية للتمثيل. لقد كان محمود المليجي فنانا صادقا مع نفسه، وإنسانا أيضا مع زملائه الفنانين، وأبا روحيا لهم، ورمز للعطاء والصمود. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة منقوشة، ومعانا انتي رانيا، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. مساء الخير لكل اصحابي الولاد والبنات الحلوين اللي قاعدين مستنيين برنامج قراقيش. يلا بينا معانا في قرقوشة منقوشة. النهارده بقى انا فكرت ان خلاص بقى البنات الحلوين وبرده الولاد يعني عشان ما يزعلوش خلصنا امتحانات، ايوه، وقاعدين فاضيين، فقلنا نعمل بوكس صغير البنات تحط فيه الاكسسوري والولاد يحطوا بقى اي حاجه هم عايزينها. اوكي، ورق مهم مثلا شخبطه. فده بوكس عندي قديم في البيت، كان علبه كان فيها حاجات يعني شارينها واحنا اتفقنا نستفيد بكل حاجه في البيت. احنا غلفناه كده باللون البينك بالورق، تمام، ونبتدي بقى نزوقه ونعمله بوكس اميرات. ايه رايك؟ واو، يلا بينا. معانا هنا اول اميره، انا مش بعرف اسمهم، اسمها ايه؟ سنو وايت. نبتدي بقى نحط سنو وايت، مسدس الشمع. دي صور سهله بقى هتلاقيها في اي مجله عندك في البيت. مش عايزين نكلف مامي اي حاجه، خلصنا بقى امتحانات وعايزين نشتري، لا احنا هندور في بيتنا على حاجات تنفعنا نعمل بيها حاجات جميله. اتفقنا؟ بس اهم حاجه بس ما نبهدلش البيت واحنا بنعمل الحاجات دي. برافو عليكي. احنا ايه، بدأنا كده اول شكل عشان دي سنو وايت. شوف سنو وايت بقى كده، سنو وايت جميله بحبها. نبتدي نكمل بقى من الجنب كمان نخليها جميله. دي ايه دي؟ سندريلا. حط بعد كده ايرل عشان بحبها. اوكي، ايرل. نوري اصحابنا بس كده الشخصيات اللي بتختاريها. ايرل فين؟ ايرل دي تحبوا انتوا البرنسيسات. وفي دلوقتي حاجات جديده، ماريدا اللي هي بريف ورابنزل. تحبيهم ليه بقى، او كل البنات بتحبهم ليه؟ عشان الفساتين الجميله بتاعتهم. بعدين قصصهم تبقى حلوه. اكسسوري. اوكي، نكمل بقى البرنسيس. مين دي؟ شخصيه مين؟ دي شفق. اوكي، ده ستيكر هتلاقيه عادي في اي مكتبه برضو. بتتباع في اي مكتبه. تمام. ممكن نحط بقى كل الاميرات مع بعض في النص. حاضر. شوفي انا سايباكي تختاري خالص النهارده. لا خلاص، على رجلي اختاري الجايه بقى. اوكي، مين؟ سندريلا ضاعت. لا ازاي؟ سندريلا اهي. نكمل سندريلا عشان انجي ما تزعلش. اختاري بقى. دي سنو وايت. شفتي انا شاطره ازاي؟ هي الظاهر زعلانه مني مش عايزه تطلع، فتحاول كده. فين كمان؟
هنا هنا نوري اصحابنا بس كده. هو ده من ورا كده. مم. من الجناب برضه ما سيبناش فاضي، حطينا اميرات. هو بوكس اميرات. احنا سيبنا دي علشان نحط الحاجات بتاعتنا هنا ونقفلها وقت الاستخدام. تيجي بقى عايزين نعمل لها ايد بقى جميله كده، ان لو حبيتي تعلقيها ورا باب الاوضه بتاعتك. ايه رايك؟ فكره. بس ده طويل شويه، ممكن نقصه شويه بالمقص. هنلزق هنا كده من الجنب عشان الشريط يبقى جامد. تمام. هنا كمان. شكلها شبه البيت. اتاكد بس ان الشريط لزق جامد. ممكن كمان نحط فيه اكسسوري بقى مع بعض. ايه رايك؟ حلوه بتاعتي. خلاص خدنا الاكسسوري من انجي، مش هترجع. دي بتاعت قراقيش. ممكن نجمله هنا بورده جميله. ايه رايك؟ وده شكل البوكس بتاعنا، وفي الاكسسوري بتاعت انجي. وخلاص دي تبع الانتاج، خلاص مش هتطلع هنا، خلاص انتهينا كده. يا رب تعجبكم. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة منقوشة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مروشة، والنهارده هنتفرج عن صور لاشجار الزينة. ايه رأيكم نشوف الفيديو ده؟ ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة موهوبة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نتعرف عليها ونسألها ايه موهبتها. اسمك ايه؟ سما. سما، ايه موهبتك؟ مش فاهمة يعني ايه. يعني انتي مثلا بترسمي ولا بتغني؟
برسم واغني. ترسمي وتغني؟ طب النهارده هتغني لنا ايه بقى؟ round and round. راوند اند راوند. طب يلا غني. Round and round the world, whenever you may be, touching will love to sing a happy melody. Maybe rich or poor, maybe dark or fair, but a happy smile's welcome anywhere. Maybe different food, maybe different clothes, but in our hearts we all have to know that love is the answer for each boy and girl all around us big wide world. جميلة قوي، شطورة. مين حفظها لك؟ ميس. اوكي. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة موهوبة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مقصوصة، اللي بنعرف منها معلومات من جميع أنحاء العالم. ومعلومتنا النهاردة: النوم السليم. ثبت علميا أن الأرق المزمن يقلل القدرة على تأدية الوظائف الحيوية مثل تخزين النشويات وعمليات الدماغ، بل يؤثر على نظام إفراز الهرمونات الأساسية التي تتأثر بالنوم غير صحي، مثل هرمون الضغط العصبي الذي يقل معدله عند الاستعداد للنوم ويزداد عند الاستيقاظ ليساعد على النشاط والحركة. والأرق يؤدي لارتفاع الكورتيزول الذي يؤدي إلى تحطم الخلايا الدماغية وضمور في مناطق الدماغ الخاصة بالتعلم والذاكرة. ودلوقتي يا أصحابي خلصت فقرة قرقوشة مقصوصة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة خصخوصة، والنهارده قصتنا عن الأميرة بيلا. الأميرة بيلا هي أميرة جميلة فرحة ووجهها باسم تحب الورود، فكانت تطلب من أبيها دائما عند عودته من تجارته أن يحضر لها الورود الحمراء، فهي تحبها كثيرا. كان والدها مخترع والكل كان يسخر منه ويصفوه بالجنون، ولكن في مرة من المرات كان والدها ذاهب في ليلة ليقدم اختراعه، ولكن كان البرد شديد وضاع منه حصانه. بعدها وجد قصر ذهب إليه، وكان هذا القصر قصر الوحش. وجاء الحصان إلى البيت ووجدته بيلا، وبعدها قادها إلى مكان القصر. ودخلت القصر وقال الأمير الوحش لبيلا إما أن يحتجزها أو يحتجز والدها، وبالفعل احتجز بيلا وتزوجها. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة، ومعنا انتي رانيا، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. هنكمل برنامجنا النهارده ونعمل قرقوشه. النهارده معانا كب كيك، احنا جايبينه جاهز معادي من اي ماركت نشتريه، نبعت بقى الولاد اللي بياكلوا بس دول ينزلوا يشتروا الكب كيك، اتفقنا؟ وهنبتدي ندوقه مع بعض ونزينه. معانا كريز ومعانا شوكليت شوكليت طعمها حلو قوي، ودراي فروتس، تمام، وشوكليت برضه صوص وكريم شانتيه. اوكي يلا ساعديني. يلا بينا. نبدأ بأول واحدة كده.
نحط كريم شانتيه، ايه رايك؟ اول كريم شانتيه. مم. اوكي. تيجي بس ندهنه كده بشويش، هو مش محتاج مننا مجهود كتير يعني. احنا بس بنحاول ما نتعبش مامي ونعمل احنا حاجات بايدينا. اتفقنا؟ حلوه الحته اللي طلعت دي. انا هعمل حاجه وانتي حاجه، انا هوريكي بس اول حاجه كده. اتفقنا كده مثلا. نبتدي نبص هنا، حلوه قوي. نكمل بقى الافكار بتاعتنا. نعمل التاني ايه؟ بالشوكليت. اتفقنا. طبعا انا عارفه انتي منهاره دلوقتي عشان الشوكليت ده. بس هاكلك، هتدوقي يعني اكيد، يعني هنستأذن الانتاج وناكلك برضه. اهم حاجه الكريسبي شوكليت. اوكي. نبتدي نحط الشوكليت بتاعنا هنا كده، هو باي شكل بيبقى ظريف يعني ان شاء الله. ايه رايك بقى؟ هاكل دي. انتي كده طماعه. لا يا انجي كده كتير، يا انجي وقعت يا انجي. هنكمل مع بعض. تمام. ولا برضه. ودي التانية. يلا نكمل سوا تاني. الكريم شانتيه بقى. اوكي. تيجي نحط بقى دراي فروتس، ايه رأيك؟ اوكي. انا بحبه قوي على فكرة، بحبه اكتر من الكريز كمان. نيجي كده كان تاني شكل معانا ونكمل سوا، سهل قوي. حاسة ان احنا في حصة ارت. الالوان بتاعتهم حلوه قوي. نكمل الشوكليت عشان انجي، لو سمحتي من غير انهيار بقى، عايزين نشتغل. كريسبي. احنا عشان نحط الكريسبي ويثبت بس هنعمل له يعني مكان كده بالسكينة بتاعتنا. تمام. ودي بتاعت انجي. اهو فيها دي. اوكي. ونكمل بقى مع بعض، نعمل تاني كريم شانتيه، ايه رأيك؟ كريم شانتيه بعد كده احط عليها كريز. اوكي. لما نكبر شويه هنتعلم نعمل الكب كيك نفسه ازاي في البيت، هو سهل برضو قوي، بس عشان احنا لسه صغيرين هنشتريه من اي ماركت. ايه رايك؟ عجباني دي. ونكمل دي كمان. على فكره احنا ممكن نقسمه كده ونحط فيه مربى لو حابين. تمام. يعني في كذا فكره، احنا بندي بس بعض الافكار لكن في اكيد افكار اكتر يعني. نحط برضو الشوكليت. ممكن يشيل اصلا الورق الزبده ده ونحطه كله في الصوص الشوكولاته، هتبقى طعمها هتبقى زي بولة الشوكولاته، هتبقى حلوه جدا برضو على فكره. يعني هنشيل دي كده ونفضي عليها كلها صوص. الكريسبي بقى اللي انجي بتنهار منه. نكمل مع بعض. نعمل افكار ايه كمان؟ نكمل كريز. كريز تاني. اوكي. عليه كريز. نعمل دراي فروتس بقى. حاضر. بس عايزين نرص كويس في التقديم بتاعنا. دي هنا دي هنا، التلاتة دول ورا بعض. دي في النص. تمام. طب دي هتروح فين؟ كم بقى؟ دي ايه عايزاها؟ ايه دراي فروتس؟ حاضر. دي كده كانت افكار بسيطه، يا رب تعجبكم. جميلة. لو سمحتوا بس ثانيه واحده عشان عندنا هنا المذيعه بتاعتنا يعني اعصابها انهارت النهارده من الشوكليت. اتفضلي.
بالهنا والشفا ويا رب يعجبكم. خلاص. ودلوقتي يا صحابي خلصت فقرة قرقوشة قرقوشة. للأسف يا صحابي خلصت قراقيشنا، استنونا في قراقيش تانية، بس اللي عايز يتواصل معانا يشوف كارتون أو يسمع أغنية أو يحتفل بأجمل يوم في حياته هو يوم عيد ميلاده يبعت صورته واسمه على قناة اسكندرية برنامج قراقيش. على فكرة احنا اتبسطنا معاكم قوي، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا. باي باي.